سكوت. دش ساقع. اهدى اهدى يالا، على النادي الاهلي ركب وكسب يالا. اهدى اهدى. اهدى اهدى. سكوت. بقالي من ساعة يعني ماتش الزمالك ومن قبليها دماغي عمالة تروح وتيجي من سيناريوهات. مش هينفع نخسر ابدا من الزمالك في اي حال من الاحوال. هم احسن مننا، فورمتهم اعلى، احنا سيئين ضايعين من في مركز ال 16. ما كانش هينفع يا اهلي. سكوت. كل واحد يلزم حدوده وكل واحد يعرف حجمه الحقيقي. انا مش هينفع اشوف واحد زي نبيل عماد دونجا بيحتفل الاحتفال ده قدامي. اهدى يا حبيبي شويه، لما الماتش يخلص حفل براحتك. انما جو بقى جعان وبتاع، انت حسام عبد المجيد وكلكم في الاخر بتيجوا الاهلي. فتهدى شويه كده حبيبي منك ليه لما البطل يعني يجيب اخره، او يعني لما البطل يهنج اتكلم، غير كده اسكت. مش قادر اشوف واحد زي الكابتن خالد الغندور، مش قادر. يعني في كذا اعلامي كده معينين وده منهم، مش قادر اشوف الريل بتاعه. مش قادر اشوف واحد زي اخوان الفينا ده هو فين يا ريس؟ كوكا حطه في جيبه النهارده، عمل كرة واحده بس، هي الكرة الوحيده في اول الماتش بس. لعيب جامد، وانا بحب اللعيبه البرازيليه وبحب اللاعب زي اخوان الفينا ده، ولكن في الماتشات الكبيره زي دي ما بانش. كوكا حطه يعتبر في جيبه، ولكن كوكا برضه فقعني في الماتش. اسال اي حد كبير عاشر يعني شاف النادي الاهلي او يعني عارف انت زي ما بيقولوا عاشر النادي الاهلي، يقول لك ان دي اسوأ فتره او اسوأ انطلاقه في تاريخ النادي الاهلي. ما كنتش هتقبلها يا اهلي. كنا خسرنا من الزمالك الماتش ده، كنت مرعوب جدا وكانوا احسن مننا حرفيا. اول كمان 10 دقايق هنتكلم عن الماتش. سكوت بقى الاداره، اللعيبه، نجيب مدرب. كابتن وليد صلاح الدين شابوه تصريحاته بعد الماتش. يا جماعه اول مره اقعد كده مثلا اسمع كابتن وليد صلاح الدين بيقول لك يا جماهير ما تمشوش ورا الادعاء، اصل زيزو هيلعب ومش هيلعب وداخل السكواد ومش داخل السكواد، ويسالوا ابوه وامام عاشور مش عارف ماله وده ماله وفلت المليار. بص يعني هي كانتش اصلا ناقصه اي حاجه. فكابتن وليد صلاح الدين يقفل بقى القصه دي والجمهور ينادي عليه وحاجه جميله يعني. فوز بمعنى السكوت. يعني عارف قاعد كده، انا بقى تشيل اوت، عارف قاعد في تشيل اوت بتشل دلوقتي. صوتي يعتبر كان راح شويه. الماتش يعني بالنسبه للاهلاويه كان يعني حياه او موت بدون مبالغه يا جماعه. الماتش ده كان ممكن يتصنف زي ماتش مثلا نهائي القرن يعني لو كانش موجود بامانه. لان اول مره نخش كجماهير اهلي مرعوبين من الزمالك، ودي حاله اول مره يعني اوصل لها مع النادي الاهلي. ممكن كنت اخاف من الزمالك، ولكن ابقى مرعوب كده وخايف ان الزمالك يعني يجي يعني يرقعنا سكور. ولكن زي يظل نادي الزمالك هو كده شكله يعني. لو اتكلمنا عن الزمالك، هو يانيك فيريرا يعني بيدي الفوز للنادي الاهلي على طبق من ذهب. وجهان، يعني زي ما بقول لك ايه، يعني وجهان لعمله واحده زي كولر بالظبط في الماتش بتاعت الاهلي والزمالك. يا باي مثلا يجيب لك جون ويقفل ورا ويلا تيجي زي ما تيجي. ده اللي عمله يانيك فيريرا النهارده. قبل الماتش حتى بعض من جماهير الزمالك كانت بتقول ان هو لا يصلح انه يدرب الزمالك ومدرب مالطو وبتاع، ووضحت قوي النهارده. بيدي حبيب قلبي خد الصداره. لو كسبت الماتش جاي بتاع الجون على يعني ما اعرفش اللاعب الجون ولا لا، بس يعني انت حبيب قلبي يا باشا، انت بترجعني الثقه وبترجعني احنا نعرف نلعب كوره تاني وبتاع. وفي بعض اللعيبه يا جماعه لا خلاص انا مخنوق منهم، وفي بعض اللعيبه النهارده ابهرتني. وزي ما قلت على الفيسبوك بالظبط، قلت ان النزول حسين الشحات مكان طاهر محمد طاهر هيقلب الماتش، وقد كان مان اوف ذا ماتش كابتن حسين الشحات. حسين الشحات النينجا مان اوف ذا ماتش. ولكن بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش اصلا انا من وجهه نظري انا نجم اللقاء واحد تاني غير حسين الشحات، وهنقوله في الفيديو النهارده ده. بس قبل ما نبدا يعني او نتكلم عن الماتش، انت اعملوا لايك شير سبسكرايب وزر الجرس. معكم حسين من برنامج الفوره من كام، والفوره مع النادي الاهلي او هرمون السعاده، ويلا نبدا. طبعا قبل اللقاء كلنا متوقعين بيبقى فيهم اي حد اهلاوي يعني الا مثلا رحم ربي هيقول لك ان الاهلي هيخسر الماتش ده مرتاح 2-3 لسوء نتائج النادي الاهلي، وان اصلا
يعني النادي الاهلي مش بيعمل جمل قدام اي فرقه بيلعبها من ساعه كاس العالم للانديه، او سيبك من كاس العالم للانديه، من ساعه ما بدانا الدوري المشؤوم ده، ولا هجمه بنعملها انانيه. شويه لعيبه كانوا اشباه لعيبه بتلعب، كل واحد بيبص لنفسه، ده بياخد كام وده علان بياخد كام وعايزين وكل لاعب قبل ما ينهي عقده عايز فلوس قد كده. وطبعا يعني سيد عبد الحفيظ طلع قال لك كسر حقك لكل اللعيبه دي، وكابتن نصر صلاح الدين قال لك اي لاعب لسه عقده مستمر مع النادي الاهلي ما يتكلمش في فلوس. وكانت خلطبيطه يا معلم وحاجه تقرف يعني. يعني كل ده هدي بقى، اهدى بقى كده وصلوا على النبي، لان مش هينفع كل واحد يتكلم في حاجات مش اوانها اصلا. وتعديل ايه فلوس يا شويه لعيبه مش ما كانوش رجاله تتكلموا في فلوس وانتوا مستواكم زباله. شفت تعملوا جمله واحده، لان اللعيبه دي لو عايزه تلعب بتلعب زي شفت انت النهارده. اي نعم مش جايبين 100% من فورمه اللعيبه اللي هم يعني الجامدين المفروض، ولكن اللي انت على الاقل يبقى فيه روح. انا كنت مفتقد روح يا جماعه. النادي الاهلي والله العظيم قبل اي حاجه، قبل ما يعني قبل فني، روح قوه النادي الاهلي في جماعيته، مش في الهبل اللي احنا شفناه. وقد كان وشفناها في الماتش اللي فات بتاع ياسر ابراهيم، كان بيتكلم مع شاف كان بيتكلم مع مين في مان اوف ذا ماتش ولا نجم اللقاء، ووراه مروان عطيه. تدوها على انهي اساس يا عم؟ انت بتتكلم في كده، دي حاله النادي الاهلي اصلا من اول الموسم، نفسنا بقى وشخصنه وكل واحد بيفكر في نفسه، انانيه وكل حاجه. ولكن يا نيك فيريرا بيعدل للنادي الاهلي كل ده. بامانه يا جماعه انا عمري ما شفت مدرب يعني يكون راكب الدوري بالمنظر ده حرفيا، وتلعب في ماتش، يعني تلعب في ماتش ديربي يا معلم، ولو كسبت يعني انت داخل اصلا الماتش ده انت مرتاح نفسيا على الاقل. ولكن طبعا من العبثيات اللي عملها طبعا يانيك فيريرا ان هو اخوان 2000 ما لعبش ماتش الجونه عشان يلعب ماتش الاهلي، ما شفناش اخوان 2000. ده برضو من عدل كره القدم، اللي انت مستهيف قوي بالماتش اللي انت هتلعبه عشان هتلعب ماتش القمه. مدرب مالط بيدينا الفوز على طبق من ذهب. ولكن نتكلم عن في الماتش شويه. بدا اللقاء اول 10 دقائق رعب، البناطيل يعني عارف جابت احنا جبنا ميه من كل حته يا جماعه من الاخر. اول 10 دقائق كل اللي صدها الشناوي اتعور فيها من اسيست الفينا، الكره الوحيده اللي عملها صح في الماتش واحلى كره عملها يعني، وما جاش تاني بعديها. والكره بتاعت ناصر ماهر ومن يعني في الدقيقه 9 بالظبط على ما اتذكر يعني يعني على جنب الشناوي. اول 10 دقائق رعب وفجاه لقينا يانيك فيريرا بيقول للعيبه بالظبط ارجعوا لورا. الاهلي مسك كوره ولكن بدون انتاجيه على المرمى، بمعنى ان كابتن محمود حسن اللي مش تريزيجيه بيعمل مجهودات عاليه ولكن يعني بلا انتاجيه وانانيه زاد عن اللزوم. وخنقني فعلا محمود حسن، مع انه على فكره يعني ده من نجوم اللقاء كمجهود. انتاجيه بقى يا محمود يا حسن مش لازم تجيب جون بام ار 2 يعني، ما تلعب بالفرقه شويه. هو وكابتن اشرف بن شرقي اعتبر ان هم على فكره شفت ان هم كانوا سيئين وكانوا في انانيه، ولكن دي الجبهه النشيطه عكس الجبهه بتاعت ميسيو طاهر يا جماعه. انا يعني هو لعيب لعيب بادي بيلدر، لعيب سريع، لعيب بدني، انتاجيه على المرمى ومهاريا مفيش، ما يلعبش في النادي الاهلي. سيء جدا سيء جدا. وفي مفاجاه النهارده من لاعب انا ما كنتش متوقع انه يطلع منه كل الكلام ده. انت ماسك كوره انت احسن، كنت ممكن تجيب جول، ولكن برضو يعني في انت ماسك كوره انت احسن وتستحق اللي انت تجيب جول، ولكن برضو بلا انتاجيه. غياب تام من كابتن محمد شريف. اين محمد بن علي بن رمضان؟ استاذ علي مع استاذ بن رمضان فين؟ سيء جدا. مروان عطيه شايل نص الملعب لوحده، من نجوم اللقاء مروان عطيه شايل نص الملعب لوحده، ونص الملعب الثاني بتاع الزمالك هو احسن منك، ولكن لو كان لعب كوره كان يبقى احسن من كده بكتير. ما لعبوش كوره. غباوه يا جماعه، غباوه من المدربين. انا ساعات بستغرب المدربين دول، اذا كان كولر مثلا او يانيك فيريرا في المطوشه اللي هي في الديربيات دي، تكون انت تكسب او تكون انت سوري يعني متقدم بجول، يا ابني اركب الماتش، هتركب نفسيا ومعنويا وهتجيب فوره، بترجع لورا. غباوه بعيد عنك. برضه نص ملعب نرجع للماتش، نص ملعب بتاع النادي الاهلي سيء جدا سيء جدا. وخط الدفاع شوربه خالص، اذا كان ياسر ابراهيم او ياسين مرعي.
شوربه النهارده. طبعا ياسين منى يعمل ضربه جزاء زي العسل، يجي منها الجون الاولاني. ولكن لو اتكلمنا على ضربه الجزاء، طبعا عبد الله السعيد يخش عليها يصدها محمد الشناوي. قالوا ان محمد الشناوي هو متقدم، لا رجعنا للفار، محمد الشناوي مش متقدم. ولكن اعتقد ان كان ياسر ابراهيم هو اللي داخل في السكس يارده، هو اللي داخل في المنطقه المحظوره لما قبل ما تتشاط. فطبعا المعلم اول ما عبد الله السعيد يخش على الكوره هو خش وراها فتعادل تاني، والحكم كان 10-10. والكوره بتاعت بنتايج دي شفتها من زاويه جت في بطنه، زاويه تانية جت في ايده الشوطه، ما اعرفش. ولكن يعني الزاويه الاوضح انها جت في ايه، في بطنه، والحكم كان 10-10. ما شفتش ولا اي حاجه عملها الحكم سيئه جدا ولا اي حاجه. استناده جراد ده انا عارفه، بتاع برشلونه، بتاع ما بيحسبناش ضربات الجزاء ده، انا فاكره ده. لا الحكم كان 10-10. الكره بتاعت عبد الله السعيد اللي اتلغت دي، او اللي صدها الشناوي وحسام عبد المجيد يخش من بعديها يجيب جول، كان يعتبر بقى كان عكس سير اللقاء ساعتها. لا الحكم 10-10، قرارته كانت 10-10 اذا كان في الناحيتين. بس ده انا شايفه كده. قراراته كانت ممتازه جدا من وجهه نظري انا. 10-10 الراجل ده لو حكم مصري كان زمان ضربه الجزاء دي ما تعدتش. حاجات غريبه يعني فاهم، هتتحسب غلط على الزمالك وعلى الاهلي، والماتش كان هيهرب. ولكن الحكم الاسباني سيتو جراد ده لا، ظبط الدنيا. مش فاكر قوي اسمه يعني، عشان انا بصور بعد الحلقه بعد الماتش على طول. يجي الجون الاولاني حسام عبد المجيد يخش عليها مكان عبد الله السعيد، يجيب منها الجون الاولاني على يمين الشناوي. عارف انت بقى، مش عارفش ده ياسين منى ولا ياسر ابراهيم اللي دخل غلط ده، ضيع مجهود محمد الشناوي. لما محمد الشناوي صد كوره وصد ضربه الجزاء 10/10 بجد. يجي الجون الاولاني، ولكن احنا بعد حتى الجون هنا احسن، بنوصل على المرمى، ولكن ناقصنا الحته الاخيره، ناقصنا المهاجم اللي بيخلص. محمد بشريف خارج نطاق الخدمه. طاهر مفيش. في لعيبه النهارده اتكشفت يا جماعه ان هي ما ينفعش يلعبوا في النادي الاهلي، ما ينفعش خالص يلعبوا في النادي الاهلي يا جماعه. وهكلم لك على اللاعب اللي هو بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش، مش حسين الشحات بس، لا اللاعب الثاني. الشوط الثاني بقى اللي ابدع اكتر من الشوط الاولاني. الشوط الاولاني طبعا يخلص بعد ما ادى الحكم 10 دقائق، حسيت ان احنا ممكن نكسب في الشوط الثاني او نجيب جول. خفت الصراحه برضو، على الاقل ما كنت حاسس ان احنا ممكن نجيب جول. ولكن انا قلت قبل الدقيقه 60 وما جبناش جول الماتش هيضيع مننا. بدانا الشوط الثاني نفس التحفظ بتاع يانيك فيريرا الغبي، غبي جدا، برضو بيدافع، والدفاع كان حلو جدا. واللعب كله بقى اتنقل من ناحيه الشمال لناحيه اليمين، ناحيه محمد باشا هاني. مش ممكن مان اوف ذا ماتش محمد هاني. غريب عجيب النهارده، كل قراراته صحيحه 100%، اذا كان في الدفاع واذا كان في الهجوم اكتر. محمد هاني النهارده يا جماعه كيفني كوره. احلى ماتش شفت لمحمد هاني يعني في حياتي انا كحسين او كمشجع اهلاوي اعتقد. مش ممكن. ايه ياض اللم ده وايه الاوفرات دي؟ حتى لو يوم ما شاط اي نعم الكوره يعني اتشاطت في نص الجول، محمد صلاح صدها كانت سهله جدا، لو كانت في زاويه كانت تبقى جول. ايه ياض الحلاوه دي؟ محمد هاني يبدع، هو رجل المباراه بالنسبه لي انا، مع حسين الشحات. باشا النينجا حسين الشحات. محمد هاني ابدع النهارده في الماتش. مش ممكن. ده مش محمد هاني، ده ميكس كافو على داني الفيج على مايكون، احسن باك كارفخال مثلا. مش ممكن يا جماعه الميكسات دي كلها في محمد هاني النهارده. لو يلم وبتاع ويقط وايه يالا، ايه يالا الاوفرات دي؟ نفسي اشوفك كده على طول. انا مش بكرهك، انا ما عنديش مشكله شخصيه معاك، انا ما اعرفكش. يعني انا نفسي اشوفك كده على طول والله. مش ممكن. محمد هاني النهارده مفاجاه الماتش بالنسبه لي. 10/10 لو هقيم يعني. ده دفاعيا وهجوميا، يا لهوي، وروح وعزيمه واصرار. لا 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 لا، ده كان محرك طاهر محمد باشا طاهر، اللي يعني من القدر ان هو اتصاب عشان ينزل حسين باشا الشحات اللي ما ينفعش يتباع يا جماعه. مش ممكن. محمد هاني عمل ماتش اسطوري. طبعا ينزل حسين الشحات اللي قلب الماتش، النجم، عارف، عريس المباراه، عريس الليله، عريس السلام. انا مش من باريس، انا من السلام. طبعا اللقطه كانت ابرز ليه لما بس الشنكار. وعارف بقى كلنا بقى ايه، عارف عندنا المعتقدات بقى بتاعت المصريين، هينزل هيعمل حاجه، هيجيب جول، وقد كان.
يجي بقى للجول بتاع حسين باشا الشحات، والنقله اللي عملوها صح بدايه من اشرف بن شرقي، والفنتايه اللي عملها محمد شريف، واحسن كره عملها محمد شريف من ساعه ما جه النادي الاهلي. بجد احلى كره عملها من السبع مطوشه دول، ويديها لحسين الشحات على طبق من ذهب ويجيب الجول الاولاني. واحد واحد، احنا احسن ونستاهل احنا نكسب، نستاهل نكسب، مش هستحمل نخسر يا اهلي. واحد واحد وقلت نجيب الثاني في الدقيقه 78 ضربه جزاء من تايج حسين الشحات بقى، وصياط حسين الشحات، وكرة الشوارع بتاعت السلام بتاعت حسين الشحات. عارف ان بنتايج هيتاخر في الكرة، وهو كمان دخل فيها حسين الشحات، شال صدره ضربة جزاء. الباشا حسين الشحات كورتين غيروا مجرى اللقاء، وغيروا يعني او يرجع معنويات حسين الشحات تاني. انا بالنسبه لي حسين الشحات ده بالنسبه لي انا احسن من زيزو لو هو بيلعب كوره. يعني مع ان زيزو استمراريه احسن من حسين الشحات، ولكن حسين الشحات بالنسبه لي انا احسن من زيزو حتى لو زيزو موجود في النادي الاهلي. يدخل عليها محمود حسن اللي مش تريزيجيه، عشان بحب بكره كلمه تريزيجيه بس يعني، وهتلاقيني بقول تريزيجيه برضه على طول. يدخل عليها كلنا طبعا لا يا تريزيجيه، بص، لا يا محمود يا حسن، لا يا تريزيجيه وخلاص، لا، يخش على تريزيجيه يحطها في نص الجول. بقت 2-1 في الدقيقه 78. اشرف بن شرقي يعني لولا ان هو الكره بتاعت بنتايج اللي كانت هتبقى اعتقد التعادل او قبل الجول الثاني مش متذكر يعني، اللي شالها على شال كره من على رجل بنتايج. الكره الثانيه كمان برضو بعديها اشرف بن شرقي بيرجع يدافع بيشيل كورتين، كره منهم جول على الاقل. اشرف بن شرقي النهارده مجهود عالمي منه بامانه، ولكن كان بطيء جدا في قراراته. برضو عنده مشكله بتاعت الشوكه والسكينه، خنقني برضو. كان هو محمود حسن، ويعني بس في الناحيه الدفاعيه اشرف بن شرقي يشيل جول ويدافع ويشيل كره خطيره كمان من ناحيه بتاعت كوكا دي، كانت حاجه غريبه. كان بيلعب بروح على الاقل. كنا مفتقدين الروح بتاعت النادي الاهلي. اللقطه بتاعت حسين الشحات وهو بيرفع التيشيرتايه بتاعت محمود حسن بعد الجول، احنا كنا محتاجين السلكان. احنا يا جماعه السلكان بيكسب اي حاجه، حتى لو انت امكانياتك ضعيفه وانت مش في الفورمه. اللي كان النادي الاهلي قوته كانت في روحه يا جماعه. كنا مفتقدين الروح والعزيمه والسلكان وكل حاجه. نرجع للماتش تاني في الدقيقه 78 جبنا الجول الثاني، وقلع تيشيرت محمود حسن من كل الضغوطات اللي عليه من ماتش انتر ميامي. وبعديها طبعا القائم الايسر لمحمد الشناوي الاستاذ ناصف يجيبها بالعرضه بعد اوفر عالمي من عبد الله السعيد اللي انا كنتش بحبه في النادي الاهلي نهائيا، يرفع اوفر عالمي لناصف. ده شويه تغييرات من يانيك فيريرا لو كانت اتعملت بس من بدري شويه كانت هتفرق مع نادي الزمالك. مدرب مالطا يا جماعه، ده انت زي الفل يا يانيك يا فيريرا، والله يانيك مفيش كلام يعني. تيجي في العارضه اللهم يعني عارف انت حاجات وعادات من الديربيات، نخلص من زيزو يجي لنا ناصف ده. وناصف ده شكله لعيب كوير يعني، لانه هيدر شكله جامد. برضه كره تانية برضه عبد الله سعيد يرفعها تاني في وسط برضه دفاع النادي الاهلي. الشوربه اللي انا كانوا زفت يعني بالنسبه لي انا يعني في اول 10 دقائق. ولو كان لاعب نادي الزمالك يعني او داس اكتر كان هيكشف الدفاعات بتاعت النادي الاهلي. فيعني بعديها الزمالك مسك كوره كان هيجيب التعادل. احنا ما نعرفش رجعنا ليه. الكوره بقى ايه اللي عارف اللي جابت لنا دوالي، مشيها دوالي. اليو ديانج يعمل كوره من عاداته اللي هي التقليديه، ياخد الاول والثاني والثالث والرابع. حاجه تريد مارك بتاع اليو ديانج، اللي هو اكنه هيباصي، لا انا هاخد 2 3 4 واخترق. يديها لبنت الجيران شغلانه انا بيع عليا دي. استاذ عمر كمال بيعملها تشبايه رايحه جول، هنفرح والثالث ونخلص من الهم ده. كانت في اواخر الدقايق استاذ عمر كمال بيعملها تشبايه من هنا وتطلع بره. خد كميه زمامير كتيره، وخد كميه حاجات يعني يعني شويه كلام حلو. ليه بتعمل كده يا استاذ عمر كمال؟ وفي الاخر تعيطوا لما تاخدوش فرصه. مش ممكن كره ما تضيعش يا ابو الكباتن. نحطها بره وكانت تترد علينا بجول، بس الحمد لله اتسترت ومحمد الشناوي طلع عليها. ساعتها كانت في فاول، كان اخوان الفينا ده اللي كان في جيب كوكا ده ساعتها اترفعت وبتاع، والحمد لله محمد الشناوي مسكها والماتش يخلص 2-1 ويعود النادي الاهلي بعبع. البعبع يرجع وسكوت تاني. ولكن انا في بعض اللعيبه انا مش قابلها في النادي الاهلي. محمد طاهر ومحمد شريف
دول ملط. اين محمد علي بن رمضان؟ انا مش فاهمه. ده محمد علي بن رمضان كنت بتغنى فيه او بتغنى بيه في كاس العالم للانديه، ولكن النهارده انت ضايع بجد يا جماعه. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ مش ممكن. ودفاع النادي الاهلي غير مطمن بالمره. عايزين طبعا مدرب، عايزين سيرد باك، ومحتاجين باك ليفت، ومحتاجين باك رايت. انا مش ضامن محمد هاني يبقى بالمستوى بتاع كافو ومايكون وداني الفيش والناس دي. انا مش عارف مين اللي كان بيلعب النهارده. اقسم بالله العلي العظيم انا ما كنت عارف مين كان بيلعب النهارده. ده مش محمد هاني. انا اصلا طبعا يعني انا بحب محمد هاني طبعا بالنسبه لنا، ولكن اللي عمله ده غير طبيعي. راجل المباراه بالنسبه لي انا. حسين شحات طبعا اكيد طبعا بعد نزوله وكده وعمل اللي عمله، ولكن على مدار 90 دقيقه وبالذات في الشوط الثاني محمد هاني اللي عمله ده بتاريخه. اتفرج بقى بعديها 10 متوشه سيء. يعني الماتش اللي فات، يعني الماتش قبل ده اللي كسبنا فيه باين حرس الحدود، يعني الجون الاولاني اللي جه طبعا بيحيى حاج على كورته كان سيء، وقبلها كان عامل ماتشين كويسين. فهل هنشوف محمد هاني بالمستوى ده تاني ولا لا؟ انا قاعد مرعوب. مش ممكن محمد هاني النهارده يا جماعه كيفني كوره. ده حاجه اصلا مش في الخيال، مش في الخيال. يا ريت يفضل على كده، ولكن محتاجين باك رايت وباك ليفت وسيرد باك. محمد الشناوي خلاص يعني هي يعني شوبير الراجل ما بيلعبش يا جماعه، فكده بيبقى فيه اخطاء. ما اوكي ماشي، والنهارده كان عامل ماتش كويس اكيد، ضربه جزاء وصد الانفراده وتعور فيها تمام. نص الملعب امام عاشور لازم يرجع. كسبنا وهنحفل وهنهزر وبتاع اوكي، ولكن في ديفوهات في النادي الاهلي سيئه جدا. انت كسبت عشان الروح، ولكن انت وكسبت كمان عشان يعني رقم واحد مش الروح بس، لا، يانيك فيريرا رجعك للماتش تاني بالامانه يعني. فطاهر انا تعبان نفسيا، ما تقولش بس بدني ومش بدني، لعيب كره سيء. محمد شريف محتاجين مهاجم. انا مش هستني مهاجم بتاعي يعمل لي الفنتايه بعد 7 مطوشه، مش هستحملها. وحسين الشحات اصبروا عليه، ما يمشيش يبقى بديل اوكي. قفشه بقى طلعوا بقى احمد رمضان اللي هو مش بيكم ده. طلعوا يا جماعه اي راتش، طلعوه اشرف داري اللعيب نصاب بيتصاب يا جدعان. هو في البيت بيجي له برد، هو في البيت يمشي. لعيب اجنبي ياخد بالدولار، هو امشي، مش عايزينك يا ريس. في دفاعات غريبه. انا احمد عبد القادر مش متقبله انا في النادي الاهلي. يعني انا من وجهه نظري انا كده، لان لاعب يعني يطلع شوبير يقول لك اصل اشرف اسمه اشرف مين، عبد القادر هيروح الزمالك والموضوع يعدي كده. بالنسبه لي انا كحسين، يعني بالنسبه لي انا ما متقبلوش. ولكن لو هيلعب ويفيد النادي الاهلي اوكي، انما انا ملوش عند انا على اخري منه يعني. كلاعب كوره اصلا يعني عارف هو لعيب مزاجي مهاري وبتاع مش عارف ايه، ولكن يعني انتاجيا زيرو. الزمالك شكرا ليك، او يانيك فيريرا شكرا ليك يا حبيب قلبي، اللي انت رجعت لنا تاني الروح والعزيمه والاصرار والسلكان شويه. يا ريت مش بعد كل ده هلاقي الماتش الجاي مش فاكر كان جوله ولا مين، هلاقي عبث. الله يرضى عنكم، لان انا عارفكم، لان هنرجع للسوق ده تاني انا على اخري. ولكن يعني الله يرضى عنكم، هتكسب مواجهه تبقى الاول، هتستنى بقى بيراميدز بقى ساعتها. ما كانش ينفع اصلا تخسر من بيراميدز بالاداء الهزل اللي انت كنت فيه ده، لان اصلا مش فاهمين هو ايه ده اصلا. طبعا لعيبه على حسب مزاجها يعني معروفه. ونخسر من الزمالك هتبقى يعني القاضيه يعني. ماتش يرجعك ان انت تنافس على الدوري والكاس وافريقيا. الماتش بتاع الزمالك ده النهارده، اللي انت عندك لعيبه بتعرف تلعب كوره. عندك بعض من اللعيبه يعني هم لا غنى عنهم طبعا، اكيد منهم مروان عطيه. ولو محمد هاني فضل بالمنظر ده طبعا انا اشك في القصه دي، ولكن مروان عطيه مستوى ثابت. الوحيد اعتقد اللي هو في النادي الاهلي هو مستوى ثابت. محمود حسن لو ما اننش، اشرف بن شرقي لو ما لعبش بالشوكه والسكينه، حسين الشحات برضه، لان انا خلي بالك ان هو ممكن يلعب لك ماتش زي ده عالمي، ماتش جاي يبقى سيء. مع رجوع زيزو، مع رجوع امام عاشور، مع مهاجم سوبر، النادي الاهلي هيكتسح تاني. فرقه المليارات بقى تشتغل معانا ويبقى في سلكان شويه مع النادي الاهلي. يعني الماتش ده هيرتب له اوراقه تاني. ماتش جان واحد والله العظيم بيبقى ماتش واحد بتركب عليه السيزون كله. طبعا مع الفارق باريس سان جيرمان قدام مانشستر سيتي السنه اللي فاتت في دوري ابطال اوروبا، ركب بعديها بقى وخد الدوري وخد بقى الرباعيه ولا الخماسيه ساعتها. فوز مستحق للنادي الاهلي. شكرا يا نيك فيريرا،
اعتقد انت مع اول طياره هتمشي بعد المهزله اللي انت عملتها في الماتش النهارده، واللي انت كمان اصلا يعني بعض من جماهير نادي الزمالك ما كانتش كانت هرشاك اللي انت مدرب مالطي يعني. بس كده لو وصلت لاخر حلقه تعملوا لايك شير سبسكرايب في زر الجرس. معكم حسين بن الفرقه من كام يعني ننام واحنا مرتاحين، وربنا يكرمنا ويكرم النادي الاهلي في الايام الجايه. هيبقى في ماتش الجاي حاجه توقف دولي، نجيب مدرب نجيب مدرب نجيب مدرب. عماد النحاس الراجل يعني مش هيستحمل معاك، لان اخر مره لما طلع جراديشار بيقول للجماهير انا والله ان هو مصاب، والله العظيم مصاب، انا مش هستحمل ان المدرب يقول كده للجماهير. يعني دي يعني شخصيه يعني مضغوطه فشخ، مش هينفع عماد النحاس، لان كان ماتش النهارده كان ماتش لعيبه، واللعيبه لو عايزه تعمل حاجه بتعملها. اوكي، يعني انت شفت ده النهارده، اللعيبه لو عايزه بتعمل حاجه بتعملها، اللعيبه لو عايزه تعمل حاجه بتعملها. ركز في الجمله دي اهو، في ظل الغيابات اللي انت فيها دي، انا هعيد الكلام كل مره نفس الجمله دي، اللعيبه لو عايزه تعمل حاجه بتعملها. افهموها انتوا وانتوا فاهمين وشفتوا النهارده. السلام عليكم.